دي طبة الزيت بتاعه كارتيرة عربيتي، بشتريها كل غيار زيت مع الزيت والفلتر. والاهم منها هي الورده دي، بشتريها برضو كل مره غيار زيت من التوكيل. ليه بقى المفروض الطبه والورده تتغير كل مره؟ اولا كارتيرة الموتور بتاعه العربيات الحديثه اغلبها المونيوم، فالامن انك تركب لها مسمار جديد كل مره عشان ما يبوظش القلاووز، عشان تصليحها بيبقى صعب عند الخراط، عكس الكارتيرات الحديد فمش بتتصلح بسهوله. ده غير القصه الحزينه بتاعت ان العربيه ماشيه بتنقط زيت وانت مش عارف. والطبه دي المفروض كل مره تتربط بالعزم المظبوط بتاعها، لانك لو ربطت زياده هتفوت، ولو ربطت قليل هتسرب زيت. سيبك بقى من الطبه خالص وتعالى بص معايا على الورده دي. الورده دي وهي جديده بيبقى فيها بومبيه كده، شايفه؟ عشان لما تربط المسمار بتاع الكارتيره مظبوط الورده دي بتبيت في الفراغ اللي في النص، والبومبيه بتاعها ده بيتعصر ويتبطط ما بينهم فيسد اي مجال ممكن الزيت يتسرب منه. وعشان كده الورده دي بتبقى استخدام مره واحده بس، فلو حطيتها وهي مبططه ومربوط عليها قبل كده ملهاش اي 30 لازمه. يا باشا انا بستخدم تeflon مع الطبه والدنيا بتبقى تمام. مع كل مره غيار زيت حته من التeflon دي بس ممكن تخش جوه الكارتيره وهتسد المصفى بتاعه الزيت، وهتضطر برضو ساعتها تفك الكارتيره كامله عشان تنظف او تغير ترمبه الزيت. فخلي بالك من الفني اللي بيستخدم تeflon زياده وهو بيربط المسمار بتاع كارتيره الزيت. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو، واكتبوا لي في الكومنتات عن اي حاجات تانية عايزين تسالوا عليها عن العربيات.